وهرا وهرا رحت خسارة، بختة ويا طويل الرقبة في كريت العجب، وروائع موسيقية أخرى، أغاني أبدع فيها كروان الأغنية الوهرانية أحمد وهبي. هذه بعض محطات حياة وهبي ومقتطفات من مسيرته الفنية. فات اللي فات، اللي فات مات، والذكريات نسيها محيط. ولد أحمد وهبي في 18 نوفمبر عام 1921 بمدينة مرسيليا الفرنسية، لأب جزائري وأم فرنسية ذات أصول إيطالية، والتي توفيت وتركته رضيعا لم يتجاوز 4 أشهر. نشأ وتربى في بيت جده بالحي الشعبي في المدينة الجديدة بوهران، وقد تأثر منذ صغره بصوت والده الذي كان مؤذنا. بين عامي 1947 و 1957 قضاها وهبي بفرنسا، التحق بالمعهد الموسيقي بباريس ليتشبع بالروائع الموسيقية العالمية، لكن تأثره الأكبر كان بنجوم الشرق آنذاك محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. بعد عودته إلى الجزائر شكل مع كاتب الكلمات عبد القادر الخالدي شراكة فنية أثمرت رتما موسيقيا امتزج فيه النوع المشرقي بالبدوي الوهراني. غنى أحمد وهبي أغنية وهرا وهرا، والتي يقص فيها تجربة أبيه مع الغربة لتتوالى روائعه الموسيقية على غرار بختة التي أعاد غناءها الشاب خالد وتأخذ صيتا عالميا، وأغنية علاش تلوموني ويا طويل الرقبة الغزال وغيرها. توفي أحمد وهبي يوم 28 أكتوبر عام 1993 إثر مرض عضال، ودفن بمقبرة سيدي يحيى ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة. فما هي الأغاني التي تحبها لأحمد وهبي؟